السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. اليوم جيتكم فيديو جديد ان شاء الله يعجبكم. اللي يشوف الفيديو يحط لايك ويعمل لي تعليق تحفون. ومرحبا بك، تشرفوني في قناتي. ويلا نشوفوا شنو باش نعملوا مع بعضنا اليوم. تورتا، لا كلاسيكا تورتا على طريقتي انا نعملها هكا وتجيب بنينه بنينه وتحفونه. يلا نشوفوا المقادير. في الاول سخنت الفرن 180 درجة وحطيت يعني 45 دقيقة، وحضرت الفورمة اللي باش نحط فيها الكيكة، دهنتها بالزبدة ومن بعد نعمل عليها طريف فرينة باش ما تلصقش. وحضرت الكعبة برتقان رحيتها وضفت عليها قشرة ليمونة باش تنحي الزفورة متاع العظام لاني ما نحبش نحس هكا الزفورة متاع العظام. وتعمل نكهة بنينة في التورتة البرتقال. رحيته بالكدا بالكدا لين رطاب، وجبت 4 بيضات. 4 بيضات نحل كل كعبة وحدها باش نتفادى اللي تبدا واحدة ما هيش باهية نطيشها وما تفسدليش البقية. وكيس سكر 220 غرام حاجة هكا، 220 غرام سكر. والسكر حسب الذوق، تنجم تعمل حتى نصف كاس يعني كي انت تحبش السكر. ونحركهم بالكدا بالكدا، نركضهم بالركاضة هذه لين يتغير اللون متاعهم وتولي كريمة كل كريمة بالضبط. هكا دقيقتين والا 3 نركضهم. شوف باش يتغير اللون متاعها. هكا نضيف اللوازم الاخرى البقية. هكا تغير اللون، شفت تبدا كل كريمة، سكر وبيض فقط. وبعدين نزيد نصف كاس زيت نباتي. انا نستعمل متاع عبادة الشمس لانه ما فيش ريحة قوية. وزدت من المرة هذه 50 غرام زبدة، يعني نص نص. في العادة نعمل كان كاس زيت، توا عملت نصف كاس زيت ونصف 50 غرام زبدة، زبدة بقري متاع بقر. وضفت عليهم البرتقانة والليمونة ونحركهم بالكدا بالكدا يندمجوا مع بعضهم الكل المحتويات. قبل ما نضيف الفارينة يلزمني نركض المقادير كلها مع بعضها مع البيض والزيت والسكر والحليب. نركضهم بالكدا بالكدا، قد ما نركضها يعني فيه فايدة. التورتة تجي كبيرة يعني منفجة بالكدا. ومن بعد كيف تضيف الفارينة من الأحسن ما تركش بركة، حرك شوية وكهو. وزدت كاس حليب وخليت نصف كاس آخر للكاكاو. وعملت زوز سكر فاني وحركتهم مرة ثانية. وعملت 400 غرام فرينة دخلتها. وباكو خميرة فيه 16 غرام. إذا كان انتم عندكم هاك الباكوات الصغار فيه 8 تعمل زوز. نحرك هكا توا صيي عملت الفرينة، ما يلزمنيش نحرك برشا بركاضة.
نحرك بالمغرفة. اللي يشوف الفيديو يعمل لايك. هكا عملت الزبدة في الاول ومن بعد عملت لها الفرينة باش ما تلصقش. طبيعتها هذه الومنيوم باهية برشا في الكيكة. نحيت طريف عجين ماهوش من غير كاكاو، حطيته في الباز متاع الفورمة، ومن بعد ضفت الكاكاو 50 غرام كاكاو مر، وزدت عليهم كاس حليب، نصف كاس حليب اللي خليته قبل، وتو نحط كله في الفورمة، وعملت طريف سكر من فوق للزينة. نجم تستغنى عليه، ما تستعملش سكر من فوق. عملت هكا طريف سكر باش تبدا هكا عامله قشره حلوه، وعملت في الفرن 180 درجه قرابه نصف ساعه هكا، وحضرت الكيكه. شوفوا حضرت ولا. نجرب بك بالعود متاع الاسنان، اذا كان هو جا شايح يعني لا، يعني ما طابت من فوق، لاني سخنت الفرن قبل. ثم شكون قال لي يلزمك تسخن الفرن قبل، والله جربت لكن لا، يعني وقت اللي تحط انت التورته متاعك في الفرن تحل الفرن، ما تسخنوش قبل على خاطر تطيب من فوق وتبقى نية من داخل. قبل كيف نحل الفرن يعني في نفس الوقت اللي نحط فيه الكيكه الطيب يبدا. هذي كان نقص للفرن من بعد خليته 150، وخليت التورته في الداخل شويه معناها 10 دقائق اخرين باش كملت طابت، وجدت بنينه بنينه، والفورمه متاعها محلاها. شفتي الابيض اللي عملته في الباز يطلع منه ومنه، والكاكاو في الوسط، شيء كبير. كل بالشفاء، والى اللقاء في فيديو قادم ان شاء الله. اعملوا لي لايك.